برشلونة قريب من حسم صفقة برناردو سيلفا، مورينيو مجددا في السانتياغو برنابيو، وشوية أخبار خليكم معي للأخير. قليلة تفصلنا على الهير وي جو. برناردو سيلفا إلى نادي برشلونة رسميا. حسب الموثوق سانتي أونا يقول أن برشلونة على وشك حسم صفقة برناردو سيلفا، العقد مدة عامين زائد عام إضافي. فليك متحمس لبرناردو سيلفا. ذلك يقول سانتي أونا أن برشلونة يعمل على تفاصيل العقد مع خورخي مينديز. ذلك سانتي أونا يقول أن أتلتيكو مدريد قدم عرض مالي لبرناردو سيلفا وأفضل من عرض نادي برشلونة، ولكن برناردو سيلفا مصر على أنه هو يمثل نادي برشلونة. يدبي لها أيوة عاجل ورسميا. وحسب الموضوع ديفيد أورنستين يقول بأن جوزيه مورينيو وقع العقود مع نادي ريال مدريد، العقد مدة 3 سنوات، والإعلان عن الصفقة بعد الانتخابات. عاجل ورسميا. وحسب صحيفة كوبي تقول بأن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع جواو نيفيز، وفلورنتينو بيريز معجب بجواو نيفيز كثيرا، يعني بعد الانتخابات بإذن الله جواو نيفيز حيكون لاعب لنادي ريال مدريد. أي أخبار موثوقة رسمية دقيقة عند عبد الله. ما تنساش اللايك والمتابعة، مش حتندم. ديما طيبين.